السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة جديدة اليوم. كيف ما عودتكم دائما وصفة طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم أحبائي الأعزاء خاصة بألم الأسنان والنزيف ديال اللثة. هذه الوصفة هذه المكون الوحيد اللي نحتاجو فيها كيف ما كتشاهدوا غادي نحتاجو البابونج. اللي ما بغاش يستعمل البابونج يمكن له يشري الاكياس ديال الشاي ديال البابونج، حتى هي متواجده في جميع المتاجر. استعمال ديالها بحال يعني نفس المفعول بحال البابونج العادي. اللي ما بغاش يستعمل الاكياس وما مكانش متوفره يمكن له يستعمل غير البابونج اللي عند العشاب. الطريقه ديال استعمال هذا البابونج هذا طريقه بشكل يومي، غادي نستعملو ثلاثه المرات في النهار. يعني في الصباح فاش تفيقوا تستعملوا هذا البابونج اللي غادي تحضروه وتستعملوه قبل النوم وتستعملوه وسط النهار، يعني 3 مرات في النهار على شكل مضمضه. طريقه ديال التحضير ديال ماء البابونج اللي غادي تبداو ديروه على شكل مضمضه الفم ديالكم باش تخلصوا من الالم ديال الاسنان وحتى المشاكل اللثه ولا حتى دوك البطور اللي تكون عندنا في اللسان. الا استعملتوا هذا الماء ديال البابونج بشكل يومي ومنتظم غادي تلاحظوا بانكم بديتوا كتخلصوا نهائيا من جميع المشاكل اللي في الفم ديالكم، الا مشكل واحد اللي يمكن لكم هذاك المشكل، وهو مشكل السوسه اللي ضروري انكم تزوروا عليه الطبيب باش نقيو الفم ديالكم من السوسه. هاد المشروب هذا احبائي الاعزاء ولا هاد الماء اللي غادي تشلوا به الفم ديالكم، الطريقه ديال التحضير ديالو سهله. يوميا قبل مع يعني في الصباح غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال البابونج ونغسلوها، نقيوها من الشوائب ونغسلوها بواحد شويه ديال الماء دافي، ومن بعد ناخذوا نص لتر ديال الماء نضيفوا عليه ديك المعلقه الكبيره ديال البابونج. نص لتر ديال الماء يكون ماء مغلى، يعني يكون الماء طايب، ونديروها في قرعه ونسدوا عليها ونخليوها واحد ثلث ساعه يعني 20 دقيقه حتى يطلق هذاك البابونج في الماء. من بعد احبائي الاعزاء نصفيو هذاك نص لتر ديال الماء ونخليه نردوه للقرعه باش نعودوا نتمضمضوا به 3 مرات في النهار. يعني ناخذوا هذاك الماء وندفيوه ونديروا به عمليه مضمضه ونتخلصوا من الماء اللي في الفم ديالنا. هذا نص لتر تقسموه على 3 يوميا لمده 3 ايام، غادي تلاحظوا بانكم بديتوا كتخلصوا من البطور اللي في الفم ديالكم، وحتى اللثه الا كانت كتنزف بواحد الشكل كبير غتوليو مع الاستمراريه والمداومه ديال هذه الوصفه هذه غتوليو تخلصوا نهائيا من اللثه اللي كتكون كتنزف، ولا حتى من الالم ديال الاسنان، ولا من الرائحه ديال الفم، ولا من البطور اللي كتكون في اللسان. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه هذه ديال المضمضه بمغلى ديال البابونج، فهو مفيد بزاف، مطهر طبيعي بالنسبه للفم ديالنا من البكتيريا. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش ليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا ليا القناه وتشجعوني بلايك باش دائما نوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.